ورجعت لكم بفيديو جديد على قناة مختصر الأفلام. قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها جين وهي ماسكة إعلان وبنعرف إنها صيادة، وبيكونوا طالبين في الإعلان واحد ب 500 نيانج وكاتبين كل المعلومات عنه. وفي السوق بنشوف ناس قاعدة بتلعب قمار، فبتدخل جين عليهم وهي متنكرة في زي شاب وبتدخل تقعد جنبهم وبتبدأ تلعب معاهم، وبعدين بتبص للراجل اللي جنبها وبتشيل الشنب وبتقول له انت مش عارفني، وبتمسكه من هدومه وهو بنعرف ان ده الشخص اللي مطلوب في الاعلان. في الوقت ده بيدخل عليهم مجموعه من الرجاله وبيطلبوا من جيل انها تدي لهم الراجل اللي معاها مقابل 1000 نيانج، لكن هي بتستغرب من الرقم وبتقول ازاي مش كانوا 500، وبتستوعب ان الرئيس ضحك عليها واخد لوحده 500 نيانج، فبتتعصب ومن عصبيتها بتسيب المجرم اللي في ايديها وهو ما بيصدق وبيقول يا فكيك، لكن الرجاله اللي بيطاردوه بيجروا وراه وهو بيحاول بقدر الامكان انه يجري بعيد عنهم. في الوقت ده بتيجي سو واللي بتكون راكبه دراجه وبتطلب منه ان هو يركب معاها، لكن هو بيستغرب منها ومش بيركب، فبتقول له انت لسه هتفكر، وبتقوم جايه سحبان من رقبته زي الخروف. وبتطلع عليهم جيم في الوقت ده بعد ما غيرت هدومها وهي ماسكه في ايديها يويو، وبتنزل فيهم ضرب يمين في شمال، ما بترحمش حد في اليويو اللي في ايديها، وما بيكونش حد من العصابات قادر عليها بالرغم من انهم معاهم اسلحه اقوى من اليويو، لكن بتكون مهارتها عاليه جدا وبتقدر تهزمهم كلهم. وقبل ما يفوقوا بتطلع تجري منهم، لكن بيفوقوا بسرعه وبيكملوا جري وراها، وبتقف قدام منحدر وهم بيستغلوا الوضع وبيقربوا منها، لكن هي بتمسك اليويو في ايديها فبيخافوا وبيفضلوا في مكانهم. وفي الوقت ده بقى زمايلها تحت في المركب بيشوفوها وبيرموا لها سم متعلق في طياره بدائيه، وهي بتنط وبتركبها وبيتحركوا بالمركب على مكانهم، ومعاهم المجرم اللي هيسلموه يقبضوا ثمنه، لان ده بيكون شغلهم. هم مجموعه مكونه من 3 بنات ورئيسهم، وشغلهم عباره عن انهم يصطادوا المجرمين ويقبضوا الثمن. في المكان اللي هم عايشين فيه بتكون سو بتتخانق مع الرئيس وسلخاه حرفيا بالكلام لانه ضحك عليهم لما قال لهم ان المجرم عليه 500 وطلع الحقيقه 1000. وفي الوقت ده بتتدخل منه وبتحشهم عن بعض وبتنادى عليهم جين وبتوريهم كرة صغيرة وبتقول لهم شوفوا المفاجأة دي، فبيستغربوا منها ويفكروها اتجننت، لكن هي بترمي الكرة وبتفضل تتنقل من حاجة لحاجة لحد ما المكان كله بيتقفل عليهم، فبيستغربوا من اللي هي عملته وبيقولوا لها طب يا فرحة عايزين نخرج عشان ناكل افتحي، فبتبص لهم وبتقول لهم ان هي عملت الحوار ده علشان تقفل بس، لكن ما تعرفش تفتحه ازاي. فبيفضلوا هم الاربعة يحاولوا يفتحوا في الباب من غير فايدة. في مكان تاني بيشوف مجموعة من الجنود وهم بيطاردوا راجلين وبيستخبوا راجلين منهم، لكن بيطلع واحد منهم كده يا صديقي تقريبا بقى حبتين شجاعة وبيدخل على الجنود عشان يحاربهم، لكن ما بياخدش في ايديهم غلوة وبيقتلوه وبياخدوا صاحبه. وعنده واحد اسمه كين بيروح رئيس الجنود سايهون عشان يتكلم معاه، فكين بيزعق له وهو بيطلب منه ان هو يخلص المهمة اللي هو امره بيها في اسرع وقت من غير اي غلطات عشان ما يخلصش عليه. اما عند رئيس البنات بيدخل عليه واحد اسمه السونج وبيطلب منه مهمة جديدة، وهي انه يجيب له زعيم قطاع الطرق جونج، ومقابل ده هيديله 10000 نيانج، وبيبدأ يوصف له شكل الزعيم وبيقول له ان عنده علامة مميزة على رقبته وهي وشم بحرف 9، لكن الرئيس ما بيوافقش يستلم المهمة منه، والبنات في الوقت ده بيكونوا بيتصنتوا عليه وهو بيسمعوا كل الكلام. فبتدخل سو جري وبتقول له الفلوس كويسة، فبتسحبها جين وهي بتقول لها فضحتينا اسكتي، فبيقرر الرئيس يوافق على المهمة وبيخرج سوانج من عنده وبينادى على ضابط مستنيه بره وبيطلب منه ان هو يراقب البنات في كل تحركاتهم ويعرف امتى الوقت اللي هيلاقوا فيه جونج. وتاني يوم بيتكلم رئيس البنات مع الناس في الشارع وبيديهم صورة المجرم جونج وبيطلب منهم اللي يلاقيه يعرفه وبيقول لهم مواصفاته، ومن ضمن المواصفات الوشم اللي على حرف 9. وبيتحركوا البنات في الوقت ده علشان يدوروا عليه، وهم ماشيين في الغابة بيحسوا ان في حد ماشي وراهم وبيطلعوا له، وبيكون ده الضابط اللي ساب سونج امبارح عشان يراقبهم. فبتتحرك جين ومعاها سو وبيسيبوا مين تخلص المهمة دي معاها، ومين بتبدأ تضرب فيها بتسأله مين اللي بعته وعايز منهم ايه، لكن الضابط مش بيرضى يرد عليها فبتتعصب عليه وبتنزل فيه ضرب وبتسيبه وبتمشي هي كمان وراهم. وفي الوقت ده بيروح مجموعة من حراس الملك على المكان اللي فيه رئيس البنات وبيسألوه عن البنات، لكن هو بيقول انه ما يعرفش مكانهم، فبيضربوه لحد ما بيقول لهم انهم اكيد في السوق لان النهارده يوم السوق. اما البنات بيكونوا قاعدين في مطعم وبيتكلموا وبيقولوا انهم بقالهم كتير بيدوروا وما لقوش اثر لجونج، فبتقول لهم انا عندي خطه، هو بتقوم وبتقف في نص المطعم وبتسال الناس اللي موجوده عن جونج لو كانوا شافوه او يعرفوا اي تفاصيل عنه، وبتبدا توصف لهم شكله، لكن محدش بيهتم لكلامها. وفي الوقت ده جونج بيكون في المكان وبيتحرك علشان يخرج، لكن بتقف قدامه جين ومعاها من وبيقولوا له انت فاكر نفسك هتطلع بالسهوله دي يا جونج. وفي الوقت ده بتيجي عصابه وبتكون بتطارده ولسه زعيم العصابه بيقرب علشان ياخده، فبتمنعه جين، فبيقعد يتغزل فيها وفي جمالها وبيكون فاكرها شغاله في شغل مش كويس، فبتتعصب عليه منه وبتضربه، وبتعرف جين جونج انها تبع الشرطه فبيطمن، وبتقوم معركه شرسه جدا ما بين رجاله العصابه والبنات في المكان، ومن كتر ما المعركه بتكون قويه وملحميه المكان بيتكسر وبتتنقل المعركه لبره قدام المكان، والرجاله بيحاصروا البنات بالسيوف من كل مكان، والبنات بيقفوا في ظهر بعض وبيحاولوا يحموا جونج، وكل واحده فيهم تتكفل بمجموعه من المجرمين وبيكونوا عاملين شغل من نار ومحترفين فنون قتاليه، وعلى الرغم من انهم معهمش سيوف الا انهم بيكونوا قادرين يدافعوا عن نفسهم كويس جدا. ووسط المعركه بتنط من مبنى لمبنى عشان تنقذ نفسها، فبتقرر سو تعمل زيها، لكن
لكن بتقع على الأرض. أما جين بتكون بتحاول بقدر الإمكان إن هي تدافع عن جونج، لكن وسط ما المعركة شغالة بيخاف جونج وبيهرب منهم، فبياخدوا بالهم من العصابة وبيجروا وراه، وكذلك الأمر جين اللي بتجري وراه عشان تلحقه منهم، لكن بتوصل بعد فوات الأوان وبتلاقي جونج مقتول على الأرض، فبتاخد وضعية الاستعداد لأنها بتحس إن في حد موجود في المكان، وفعلا بيظهر دراع كيم اليمين واللي هو سايهون، فبترفع في وشه السلاح، وهو أول ما بيبص لها بتفتكره وبتفتكر اللي عمله فيها زمان أيام ما كانت طفلة وقتل أبوها قدام عينيها، فمش بتقدر تسيطر على أعصابها وبتنزل على الأرض وهي مصدومة، لكن قبل ما سايهون يقتلها بيجي في الوقت ده رئيسها وبيخلص عليها وبيطمنها وبياخدها وبيمشوا، وفي البيت بيتجمعوا الثلاث بنات مع رئيسهم وبيبدأوا يسألوه ليه عصابات كيم قتلوا كونج، فبيقول لهم إن في حرب ما بين الملك وكيم لأن كيم عايز يعزل الملك ويبقى هو الملك الجديد، لكن الناس مش حابة كده، وكان مبعوث جونج من الملك ببوك ومعاها أوراق مهمة، فعشان كده كيم خلص عليه، ووسط كلامهم رجالة الملك بتكون بره في المكان وبترمي عليهم سهام، وده لأنهم فاكرين إن البنات هي اللي قتلت كونج وما يعرفوش الحقيقة، فبيقرروا البنات يهربوا وبيقولوا لرئيسهم يفضل هو، وهم هيعرفوا الحقيقة ويجيبوا الدليل وهيطلعوه، وفعلا البنات بتخرج من الممر السري والرئيس بيطلع بره وهو لابس بدلة غطس علشان السهام ما تأذيهوش، وبياخدوه حراس الملك وبيسجنوه، وفي السجن بنلاقي المجرمين بيقربوا من الرئيس بتاع البنات وبيقولوا له انت بقى رئيس البنات، فبيقول لهم هو انتوا تعرفوني، فبينزلوا فيه ضرب من غير حتى ما يرد عليه، وده لان ما بينهم طار قديم مع جين. اما البنات بيقرروا ان هم يروحوا قصر كيم ويجيبوا من عنده البوك والاوراق المهمه اللي خدها من كونج، وكده هيقدروا يحرروا رئيسهم وكمان ينقذوا المدينه من شر كيم، وفعلا بيتنكروا وبيوصلوا قصر كيم، وهناك بتدخل منهم معاها جين جوه بعد ما بيخلصوا على الحراس اللي بره، اما سو بتفضل بره عشان تراقب الجو، وجوه بيحاولوا انهم يفتحوا كل الخزائن اللي موجوده في المكان لحد ما بتوصل جين للحاجات اللي هم عايزينها، لكن هم طالعين بيدخل عليهم حد ملثم فبيفكروه سو وبيكونوا طالعين سوا، لكن سو تدخل عليهم في الوقت ده فبيستغربوا وبتقرب من الملثم وبتشيل القناع، ووقتها بتعرف ان هو نفس الضابط اللي كان بيطاردهم في الغابه وضربته، فبتنقض عليه هي وسو وبيضربوه، اما جين بتاخد الحاجه وبتطلع هي بره، ووقت ما بتخرج بتلاقي كيم في وشها، واول ما بتشوفه بتقع على الارض منهاره وبترجع بالزمن وبتفتكر يوم موت باباها واللي عمله كيم، وبنعرف ان هو كان سبب في موت باباها، وده لان باباها كان شغال مبعوث للملك ورفض يديله الورق اللي معاه، وقبل ما يخلص عليها في الواقع بييجوا اصحابها وبيحموها وبياخدوها ويطلعوا بيها، فكان بيقوم الحراس ان هم يقبضوا عليهم، في الوقت ده البنات بتستخبى وبيقولوا لجين ان هي تاخد الورق وتروح وهم هيحموا ظهرها، وفعلا بتطلع من تواجه الحراس ووراها سو، اما جين بتكون ماشيه في الغابه وبتحس ان في حد بيراقبها وبيطلع اللي بيراقبها هو نفسه سايهون الدراع اليمين لكيم، وهنعرف قصته مع جين بعدين بالتفصيل، المهم بيحس ان هي ورا شجره معينه وهي فعلا بتكون وراها، فبيروح يقطع الشجره لكن لحسن حظها بتكون اتحركت وبتطلع من وراه وبتحط السيف على رقبته وبتقول له مش هسيبك غير لما تجاوبني انت ليه قتلت جونج، هو كيم اللي قال لك تقتله، فبيقول لها ان هو عمل ده من نفسه ومحدش طلب منه حاجه، فبتبدا تتكلم معاه وبتقول له انا عارفه انك قتلت والدي عشان كنت خايف عليا وعارفه ان غرضك وقتها انك تنقذني، فبيقرب منها وبيقول لها مش فاهم قصدك على ايه، وبيطعنها في بطنها وبياخد الورق اللي معاها وبيسيبها وبيمشي، وفي الوقت ده بيجي الضابط اللي كان بيضربه فيه من شويه وبنعرف ان اسمه سام، وبيشيل جين على ظهره وبيرجع بيها بيتها، وهناك بيقابلوه سو من وبياخدوها منه وبيبداوا يعالجوا فيها وهم خايفين عليها، وبيطلبوا من سام ان يجيب لهم حاجات كتير من بره عشان يقدروا يعالجوا جين لان الجرح بتاعها عميق، فبيروح سام فعلا يجيب الحاجات اللي هم طلبوها وهم بيعملوا اللازم مع جين، وبتكون سو بتعيط عليها وبتهديها منه وبتعرفها ان صاحبتهم قويه وهتقوم بالسلام، وبالليل وجين نايمه بتفتكر اللي حصل لها في الماضي يوم موت باباها، وبنعرف ان هي كانت بتحب سايهون وهي صغيره وانه كان شغال مع باباها وادته خنجر صغير وطلبت منه يحميها، وفي يوم الحادثه اللي مات فيها باباها كان كيم مخلي حراسه يمسكوه وكان هو رافع سكينه على جين وبيهدد باباها بيها، وبيقول ان هو لو ما ادلوش الورق المهم اللي هو عايزه هيقتل بنته، في الوقت ده بيفك سايهون نفسه وبيقتل ابو جين وبيرميه في النهر وبيقرب من جين وبيحررها وبيطلب منها انها تهرب، وبيقف قدام كيم اللي بيعوره في وشه وبيوقع على الارض، فبتقرب منه جين وهي خايفه عليه، وفي الوقت ده بتصحى من النوم هي مخضوضه وبتطلع بره تقعد مع اصحابها وبتحكي لهم عن كل حاجه، فبيتضايقوا جدا علشانها وبيقرروا يساعدوها من اتهامها من كين، وتاني يوم الصبح تصحى سو من النوم وبتلاقي سام نايم جنبها فبتنزل ضرب فيه وبتيجي منه وبتحوش عنه، وبنلاحظ ان مين بدأت تعجب بسام وهو كذلك الامر بيبادلها نفس الشعور، اما جين بتروح للملك وبتقول ان هي واصحابها ما قتلوش جونج وانه فاهم غلط وان اللي قتله هو كيم، فبيقول لها الملك انه ما يقدرش ياخد كلامها على محمل الجديه وده لانها معهاش دليل، فبتقول له لو جبت لك البوك وقتها هتصدقني، فبيقول لها طبعا، فقالت له طيب هديهولك بس بشرط واحد وهو انك تحرر الرئيس مو، وفعلا الملك بيأمر الحراس انهم يحرروه وبيروح واحد من الحراس عشان يحرر مو، لكن مو بيكون مستغرب منه وفاكره ده يحرره عشان ياكل ويرجع تاني، واول ما بيخرج بيدخل الحارس جوه وبيكون هيقفل عليه، فالحارس بيقول له انت بتعمل ايه يا عم هتودي
برضه نفسك في مصيبة تانية بعد ما خلصت من المصيبة الأولانية. فبيستغرب مو، فبيقول له الحارس إن الملك بعت مرسوم بالإفراج عنه. فبيفرح مو وبيعرف إن البنات وفوا بوعودهم ليه وحرروه زي ما قالوا. في الوقت ده بيكون البنات في البيت وبتلعب منه وسوب كرة لونها أسود وبيكونوا فاكرينها لعبة، لكن في الوقت ده بتصرخ فيهم جين لأنها عارفة إنها قنبلة. وبيطلعوا هما التلاتة بره جري وبيسيبوا القنبلة جوه من خوفهم بدل ما يعملوا العكس. ومن تاني يوم بيبدأوا خطتهم في القضاء على كيم، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيدوروا على الشخص اللي بنى الجناح بتاعه علشان يعرفوا كل تفصيلة جوه قصر كيم. وفعلا بيلاقوا الشخص ده وبيتنكروا في زي رقصات علشان يغروه لأنهم عارفين إنه نسوانجي وبيقدروا يعملوا ده. وبيوصلوا له ويسرقوا منه المخطط وبيقعدوا مع بعض هما التلاتة وبيتفرجوا على المخطط وبيعرفوا كل تفاصيل وخبايا القصر. وبيقرروا إن هما يروحوا علشان يلاقوا البوك والورق المهم اللي هما عايزينه. وفعلا بينفذوا خطتهم وبيتسحبوا وبيدخلوا القصر. بس وصوت طلع على السلم بيظهر في الوقت ده اتنين من الحراس وبينادوا عليها، فبتسألهم إذا كانوا هما لوحدهم اللي موجودين في المكان. فبيأكدوا على كلامها، فبتستغل الفرصة وبتضربهم وبتطلع فوق عشان تدور على البوك. وأول ما بتطلع بتلاقي صندوق وبتفتحه وبتلاقي فيه مجوهرات وذهب وحاجات غالية جدا. فبتفرح وبتقرر تاخده، لكن وسط فرحتها بتحس إن في حد وراها. فبتخرج دبوس شعرها عشان تضربه بيه، لكن بتلاقيها من، فبتنادى عليها وبتقول لها تيجي تشوف الثروة اللي هي لقيتها وإنهم هيبقوا أغنياء. في الوقت ده بيكون كيم قاعد مع الملكة وهي بتقول له انها عارفه انه حاجز الشخص اللي معاه مخططات الملك عنده وبتطلب منه انها تشوفه. فبيقول لها انه هيخلي رجالته تجيبه حالا. فبتقول له ان هو لو عمل كده هتديله اسلحه كتير وهتعينه مكان الملك الحالي. فبيفرح كيم لان ده غرضه من البدايه. اما عند جين بتتسحب وبتنزل تحت للسجن اللي عمله كيم، وهناك بتلاقي السجان بيتكلم مع شخص وبيقول له انه يروح ويعترف بكل حاجه قدام كيم والملكه ويقول كل مخططات الملك اللي هو عارفها. فبيرفض الراجل وبيقول مش هعمل حاجه قبل ما اشوف بنتي. وفي الوقت ده بنعرف ان الراجل اسمه جو. وجين اول ما بتسمع الاسم ده بتعرف ان هو باباها وبتنقض على السجان والناس اللي معاه وبتنزل فيهم ضرب بكل شراسه وبتقوم ما بينهم معركه شرسه جدا، لكن بتقدر جين انها تنتصر في الاخر. اما عند كيم بيكون قاعد مع الملكه وبيتفرج على الاحتفالات، فبتزعله وبتطلب منه تشوف الراجل المسجون حالا لانها ما عندهاش وقت للتفاهات دي. فبيروح كيم وبيطلب من سايهون يشوف السجان اتاخر ليه. عند جين بتروح تقرب من باباها وبتحضنه وبتطمنه وبتقول ان هي هتخرجه، وهي بتتكلم مع باباها بتسمع صوت سيف من وراها ولما بتبص بتلاقيه سجان. فبتقرب منه عشان تضربه. في الوقت ده بيتدخل سايهون وبتقوم ما بينه وما بين جين معركة فتاكة وبتبدأ تتكلم معاه جين، لكن سايهون ما بيكونش فاكر حاجة ولا عارف هي بتتكلم على ايه. وده يا صديقي لأنه لما اتخبط زمان وهو صغير فقد الذاكرة وما بيكونش فاكرها ولا حتى فاكر العم جو. في الوقت ده بتقرر جين ان هي تواجهه وبتبدأ ما بينهم مبارزة قوية جدا وعنيفة، وكل واحد فيهم بيحاول يثبت نفسه للتاني ويخلص على التاني. في الوقت ده بتكون سومين بيحاولوا يولعوا في المكان وبيرموا بارود وبينطوا من الشباك ومعاهم المجوهرات علشان ينزلوا قبل ما المكان ينفجر بيهم. وهم نازلين بتسأل سو البارود هياخد وقت قد ايه عشان ينفجر، فبتقول لها حالا. وفعلا المكان بينفجر بيهم، لكن من حسن حظهم بيقعوا على تند تحت في المكان والمكان كله بيولع. وبتشوف الملكه اللي بيحصل هي وكيم اللي بيخرج جري هو ورجالته علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. والملكه بتسيب المكان وبتمشي وبتقول لكيم ينسى اتفاقهم. اما عند جين وسايهون وسط معركتهم الشرسه بيوصل كيم وجنوده وبيطلب منهم انهم يمسكوا جين، واللي هيقطع راسها هيديله مكافاه كبيره. وبيضرب سايهون لانه ما قدرش يقتلها وبيتهم انه خانه وبيفتكر ان رجعت له الذاكره عشان كده بيطعنه في بطنه وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده سايهون بيفتكر كل حاجه وبيفتكر وعد الجين زمان لما اللي هنقذك مهما حصل والخنجر اللي هي اديته وبيفتكر كلام مع جو ابو جين لما قالوا ان لما يحس بالخطر يقتله عشان يقدر ينقذ جين. ووقت ما هو بترجع له ذاكرته بتكون جين بتقاتل بكل شجاعه، وعلى الرغم من انهم بيكون اكتر منها بكتير الا انها بتكون قادره تواجههم بكل قوه. بس في الوقت ده بيشاركها والدها القتال وبيبدا يقاتل جنبها، والاتنين بيكونوا عاملين ثنائي قوي وبيقدروا ان هم يموتوا عدد كبير من الجنود بل بيخلصوا عليهم كلهم. بس بيتعب جو ابو جين فبتقرب منه علشان تطمن عليه. في الوقت ده بيقرب منه سايهون وهو رافع السيف عليه، فبتزعق فيه جين وبتقول له يبعد عن ابوها، لكن هو بيرمي السيف عليها وبيخبط حارس وراها. فبتفهم انه كان قصده يحميها وبتساله ايه اللي غيره، لكن مش بيرد عليها وبيشيل باباها وبيقول لها يلا مفيش وقت لازم نخرج من هنا قبل ما المكان ينهار. وفعلا بيمشوا مع بعضيهم وبيحاولوا يخرجوا، وعلى الرغم من ان سايهون مصاب في بطنه الا انه بيحاول علشان خاطر جين وبيقدروا ان هم يخرجوا جو. لكن بيرجع سايهون عشان ياخد الخنجر بتاع جين لانه كان نسيه جوه. وفي الوقت ده بينهار المكان اكتر وبيقع سايهون، لكن بتلحقه جين باليو بتاعها وبتقول انها تنقذه ويحاول يساعدها، لكن هو بيزعل لها وبيطلب منها تسيبه وتمشي لكن بترفض وبتكون مصر انها تنقذه. لكن هو بيفتكر وعدها ليها زمان لما قال لها ان هو هينقذها مهما كان الثمن، وبيطلع الخنجر وبيقطع به اليويو وهي بتفضل تصرخ فيه وهي منهاره لانه كده خالف وعده ليها ومش هيقدر يحميها تاني، وبتكون زعلانه عليه. وبتخرج جين وهي في قمه غضبها وبتطلع تجري على المركب اللي فيها كيم علشان تنتقم منه ووراها اصحابها، لكن مش بتلحق المركب. فبتشوف وراها جسر وبتقرر تطلع
عليه، وبتطلب من صحابها يدوروا الجسر علشان تقدر توصل لكيم، لكن كيم بيأمر الجنود انهم يرموا عليها اسهم، وفعلا بيعملوا كده، وبتتصاب جين في كتفها، لكن ده مش بيفرق معاها، والبنات ومعاهم رئيسهم بيكونوا مستخبيين وخايفين من السهام، لكن مين بتتشجع وبتطلع وبتبدا ترمي على الجنود اللي جنب كيم اسهم، وبتخلص على عدد كبير منهم، وبيبدا موسو انهم يدوروا الجسر، لكن في الوقت ده رجاله كيم بيرموا عليهم كور حديديه، فبتتشجع منه وبتروح تلف معاهم الجسر علشان تحمسهم، وبيقدروا اخيرا ان هم يلفوه، وبتنط جين من فوق الجسر بكل شجاعه، وبتستخدم اليو بتاعها عشان تقدر توصل للمركب، وفعلا بتوصل، وهي بتتحرك بتوقع عدد كبير من الجنود برجليها، وبتستخدم اليو بتوقع الباقي، وبتقدر ان هي تخلص على كل الموجودين، وبتنزل لكيم عشان تواجهه، لكن ما بتكونش واخده بالها انه لسه فاضل جندي وراها، لكن مين بتخلص عليه بسهم من سهامها، وبتقرب جيم من كيم، وبتقول ان هو شخص مش عادل، وان مفيش حد بيحبه، وان دي نهايته، فبيقول لها اللي مش عادل انها تضربه بالسيف، فبترمي السيف في البحر، وبتضربه باليو في وشه مره في التانيه لحد ما بينزف، وبتخرج مسدس وبتضربه في ايده، وبتقول له دي الايد اللي قتلت ناس ابرياء كتير، وبتضربه بالمسدس في ايده التانيه، وهي بتقول له ده حق والده والسايهن، وهو بتضربه في رجله، وبتقول له كده مش هتقدر تاذي حد تاني، فبيقعد كيم على الارض، وبتكون لسه هتضربه بالمسدس في عينه، فبيترجاها ان هي تسيبه، وسط ما هو بيستعطفها بيسحب منها المسدس، وبيكون هيضربها بيه، لكن ما بلاقيش فيه طلق، فبتقول لجين ان ده حياته من غير جنوده اللي حواليه، وبتاخد منه البوق، وبتقول ان هي هترجعه للملك علشان ده صاحبه الحقيقي، وبتسيبه وبتنط في البحر، وبترمي عليه قنبله، وهو بيمسكها وما بيكونش عارف انها قنبله، وبتنفجر فيه بالمركب، وبترجع جين لاصحابها عوم، وعند الملك بيكون مجمع مو البنات وجو وكمان سام عشان يكرمهم على تضحيتهم وشجاعتهم واللي عملوه عشان الدوله، وبيرقي جو وبيخليه يبقى الوزير الخاص بتاعه، وكمان بيرقي مو وبيرجعه لمنصبه القديم واللي هو رئيس القوات، وكمان بيخلي مين تبقى رئيسة عسكرية بسبب شجاعتها واستمدتها في الحرب، ولانها بتحب القتال وعندها خبرة كبيرة في الفنون القتالية، ده غير انه بيسدد كل الديون اللي على سوق، وبيرجع لها المحل بتاعها اللي اتاخد منها، وبيعين جين رئيسة القوات والمهمات الخاصة لانها تستحق ده، وبيرجعوا البنات لحياتهم الطبيعية من تاني ولشغلهم الاساسي واللي هو اصطياد المجرمين، بس المرة دي بتكون كل مهمتهم برئاسة جين، وبينضم لهم عضو جديد للفريق واللي هو سان، وهنا نقدر نقول خلص فيلمنا وخلص بنهاية سعيدة، واللي هي رجوع جيل لباباها بعد سجن 10 سنين، وكمان كل حد من صحابها بقى عنده حياته المستقرة، مين وسام بيحبوا بعض، وسو رجعت لمحلها وحياتها التقليدية، حتى مو رجع لشغله القديم. نتمنى الفيلم ينال إعجابكم. خلص فيلمنا يا صديقي، ونتقابل في مختصر فيلم جديد.